مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذا المساء يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. المحاصيل في مشروع السنة على قدر توجد في أوضاع جيدة. جهود لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات في الإقليم الأوسط. تنظيم مهرجان تراثي في مديرية مايمنة. مقتل قادة بارزين في تنظيم داعش الإرهابي بمالي. إيران تهاجم تصريحات ترامب وتتهم واشنطن بازدواجية الخطاب. الناتو يبدأ مناورات دفاعية باستخدام أسلحة نووية ومشاركة 70 طائرة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. توجد المحاصيل المزروعة في مشروع تستنيع على قدر الزراعي والذي تديره مؤسسة القلال والمواشي في وضع جيد بفضل غزارة أمطار الخريف. وأفاد مدير المشروع السيد داوود أبرهة زراعة 1670 هكتارا من الذرة الرفيعة والسمسم والذرة الشامية وغيره. هذا العام منها 1440 هكتارا زرعها أفراد وجمعيات، و230 هكتارا زرعتها مؤسسة القلال والمواشي. وأضاف أن الذرة بلغت مرحلة الإثمار والسمسم مرحلة الحصاد. وتوقع بأن يحصل المزارعون على إنتاج وفير بفضل توفير الجرارات بأسعار مناسبة وكذا وفرة المياه. وقال أن جهود عضوات الاتحاد الوطني للمرأة وأعضاء الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في زراعة مساحات من أراضي المشروع بصورة جماعية تعتبر مثالية. ودعا الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الطيور والآفات الأخرى. من جانبهم أوضح المزارعون أن مزارعهم في حالة جيدة بفضل الخريف الماطر هذا العام، مشيرين إلى توقعهم بتحقيق إنتاج وفير. أفاد مكتب التعليم في الإقليم الأوسط بأن الجهود جارية لزيادة عدد الطلاب الذين يلتحقون بالكليات من خلال تعزيز النتائج التعليمية. وأوضح مسؤول وحدة متابعة التعليم الثانوي في المكتب الأستاذ يوهانس سلمون تحسن نسب الطلاب الملتحقين بالكليات في السنوات القريبة الماضية لدرجات البكالوريوس والدبلوم، مشيرا إلى ارتفاع أعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية من 2550 في العام الدراسي 2022-2023 إلى 2649 في العام الدراسي 2023-2024 و2703 في العام الدراسي 2024-2025. وأشار إلى حصول 1788 طالبا أي 22.2% على درجة البكالوريوس، و915 طالبا أي 11.3% على درجة الدبلوم في امتحان الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2024-2025. مضيفا أن من بين 334 طالبا حصلوا على 4 درجات كاملة على مستوى البلاد كان 227 طالبا أي نسبة 68% من الإقليم الأوسط. ولتعزيز هذه النتائج بشكل أكبر أشار إلى تقديم مساعدات تعليمية إضافية للطلبة خلال إجازاتهم هذا العام. وأوضح بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الوطنية الثانوية في تزايد مستمر، حيث ارتفع العدد من 6100 في العام الدراسي 2022-2023 إلى 8066 في العام الدراسي 2024-2025. وقال أن أنشطة المدارس الثانوية لتحفيز الطلاب المتفوقين تحظى بتشجيع كبير، لأنها تغرس المنافسة الشريفة وتعمق التأثير الإيجابي في نفوس الطلاب. أجرت إدارة إقليم القشبركة تقييما يوم 13 من أكتوبر حول تنفيذ برامج التنمية وتوسيع الخدمات الاجتماعية خلال الأشهر ال9 الماضية. وقدم مسؤول أقسام إدارة الإقليم ومكاتب الوزارات شرحا في الاجتماع حول المهام الجارية بتعاون المؤسسات الحكومية والقيادة القربية والشعب والمزايا والتحديات في عملية التنفيذ. وقدمت التوصيات بناء على التقارير المقدمة لسد فجوات الوعي ونقاط الضعف في التنفيذ فيما يتعلق بصيانة التربة وحفظ المياه، وقرص إعداد الشتول ونظام تسجيل الأراضي والوقاية من مرض الملاريا والإحصاء وأنشطة نظام المعلومات الجغرافية. من جانبهم دعا المشاركون إلى التنفيذ الجاد لبرامج إصحاح البيئة وعملية رش المبيدات الحشرية في مديريات شنبقة وعلي القاش وبارونتو، وتوظيف المهندسين في المديريات ووضع وثائق مفوضية البيوت في مكان مركزي وتقديم معلومات واضحة حول عمل نظام التسجيل العقاري. وفي كلمته الختامية أوضح حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي
بأنه إلى جانب الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج المخطط لها بالكامل، ينبغي إلى اهتمام كبير بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فضلا عن الوقاية من مرض الملاريا وأنشطة السلام الأخرى، مشيدا بدور ومساهمة الشعب والقيادة الغربية. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالتعاون مع وحدة الثقافة والرياضة بمديرية نايمينيه مهرجان ثقافي يهدف إلى توريث التراث إلى الشباب في الفترة من 9 وحتى 12 من أكتوبر. وشملت فعاليات المهرجان منافسات الألحان والرقصات التقليدية والفنون الشفهية والرياضات التقليدية وعروض الحياة التراثية، إلى جانب منافسات فرق الورود الحمراء وعروض الابتكار والاختراعات، حيث شاركت فيها فرق ومجموعات شبابية تمثل إدارات ضواحي ماي غورزو وعد حنس وعد غطينا وعد تشوكونو ومقابر صابلا وعد قلاع وعد غولاغول وبلدة نايمينيه. وأفاد منسق الفعاليات أن الهدف من المهرجان هو استكشاف التراث وترسيخه لدى الشباب وتشجيع الأبحاث والدراسات الثقافية. وأوضح مسؤول اتحاد الشباب في الإقليم الجنوبي السيد غرماي قبرو في كلمته الختامية أن الاتحاد يعمل بجدية بالتعاون مع الشركاء لدعم مبادرات الحفاظ على التراث والثقافات من أجل توريثها للأجيال. وأشار مدير المديرية المقدم أبراهام حيلي بدوره إلى العمل على دعم الأنشطة التي تركز على إحياء التراث وتوريثه، مذكرا أن المديرية تعرف بالتلاقح الثقافي والتراثي. ودعا المشاركون في الاقتراحات التي قدمت لتنظيم المزيد من الأنشطة المماثلة نظرا إلى أهميتها ودورها في إثراء وتوريث التراث الوطني. وأشار حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتا أبتس فازيون بأن التراث ينمي الثقافة والهوية الوطنية إلى جانب كونه أساس المجتمع القوي، حاثا الشباب للعمل على إحياء القيم والتراث الإريتري إلى جانب دراستهم الأكاديمية. أفاد مسؤول الصحة العامة بمديرية ملقا الممرض روبيل برهاني بأن مبادرات مكافحة مرض الملاريا تثمر بفضل الوعي وتعاون المجتمع. وأوضح أن المديرية تعتبر إحدى المناطق التي تسجل فيها على معدل الإصابات، وأنه يتم العمل على اتخاذ إجراءات وقائية برفع وعي المجتمع لخفض معدلات الإصابة والسيطرة على مرض الملاريا، وأن المعدلات باتت تتناقص بفضل تزايد الوعي العام. وأضاف أن جهود مستمرة تجرى للسيطرة التامة على مرض الملاريا، حيث تم رش المبيدات في 14 قرية معروفة بملائمتها للبعوض الناقل للمرض ضمن هذه الجهود. وحث الممرض روبيل في الختام المجتمع بعدم التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية التي تقدمها الكوادر الطبية للمحافظة على الصحة العامة وضمان سلامة الجميع ومراجعة المؤسسات الصحية في أسرع وقت ممكن في حال الإصابة بمرض الملاريا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلنت القيادة العامة لأركان الجيش المالي أنها نفذت عملية عسكرية استراتيجية في شمال البلاد على الحدود مع النيجر، مما أسفر عن مقتل قيادي إرهابي بارز في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى. وقالت قيادة الجيش في بيان صحفي أن العملية العسكرية نفذت في منطقتي سوكولو وفارا بوغو. وأضاف أنه بعد تحقيقات معمقة ودقيقة تبين أن القتيل هو المدعو أندور، وهو أحد المطلوبين بتهم تتعلق بأنشطة إرهابية. وأكدت قيادة الجيش المالي أن هذه العملية العسكرية تعكس الالتزام الثابت للقوات المسلحة المالية بمكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الهشة من البلاد، مشيرا إلى أن السلطات ستظل متأهبة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وبهذه العملية العسكرية يزداد الضغط على تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، والذي تلقى ضربة قوية مطلع أكتوبر الحالي بعد مقتل عدد من قياداته البارزة في شمال مالي خلال عملية عسكرية نفذتها قوات مشتركة لدول الساحل. رأت إيران أن نداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط يتناقض مع التصرفات العدوانية لبلاده، معتبرة أن واشنطن تفتقر إلى السلطة الأخلاقية للحديث عن السلام. وكان ترامب قد صرح في خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي بأن من مصلحة المنطقة أن تتخلى إيران عن الإرهابيين وتتوقف عن تهديد جيرانها وتمويل أذرعها المسلحة، وأن تعترف بحق إسرائيل في الوجود، مؤكدا أن بلاده مستعدة للسلام مع طهران. وردت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي قائلة أن الرغبة في السلام والحوار التي أعرب عنها الرئيس الأمريكي تتعارض مع التصرفات العدوانية والإجرامية للولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أن بلاده لا يمكنها التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني، وما زالوا يواصلون تهديدها وفرض العقوبات عليها.
بعد حلف شمال الأطلسي الناتو ومناوراته السنوية للتدريب على الدفاع عن أراضي دول الحلف باستخدام الأسلحة النووية، وأعلن الحلف مع بدء المناورات أن نحو 2000 فرد عسكري سيشاركون في مناورات ستيد فاست نون على مدى الأسبوعين المقبلين. وقال الحلف أن نحو 70 طائرة ستشارك في المناورات الجوية، ومن بينها المقاتلات الألمانية القادرة على نقل القنابل النووية الأمريكية المتمركزة في أوروبا. ومن المقرر أن تجرى المناورات هذا العام بشكل رئيسي في المجال الجوي فوق بحر الشمال. ويقول الناتو أن القوات المسلحة الألمانية ستشارك ب3 طائرات تورنيدو مجهزة لإسقاط القنابل النووية الأمريكية و4 طائرات يورو فايتر للمناورات. التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ رئيس قانا جون داراماني ماهاما الموجود في بكين لحضور اجتماع القادة العالميين بشأن المرأة. وأكد لي أن الصين وغانا رفعتا مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي، مما أتاح فرصا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، معربا عن استعداد الصين للعمل مع غانا لتوسيع التعاون العملي وتعميق الشراكة الاستراتيجية مما يعود بالنفع على شعبي البلدين. وأكد رئيس مجلس الدولة استعداد الصين لدفع تعاون الحزام وطريقة عالي الجودة مع غانا، وتعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتشييد البنية التحتية والزراعة ومصايد الأسماك والطاقة، وتعزيز التبادلات في مجالات التعليم والثقافة والسياحة والصحة. وأضاف أن غانا تدعم مبادرة الحوكمة العالمية وستواصل العمل مع الصين من أجل التمسك الراسخ بالتعددية وحماية النزاهة والعدالة على الصعيد الدولي. مشاهدينا الفاضل، في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المحاصيل في مشروع التسنية على قدر توجد في أوضاع جيدة. جهود لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات في الإقليم الأوسط. تنظيم مهرجان تراثي في مديرية ميمنة. مقتل قادة بارزين في تنظيم داعش الإرهابي بمالي. إيران تهاجم تصريحات ترامب وتتهم واشنطن بازدواجية الخطاب. حلف الناتو يبدأ مناورات دفاعية باستخدام أسلحة نووية ومشاركة 70 طائرة. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.